السلام عليكم البنات. الدرس ديال اليوم ان شاء الله بغيت نوريو خصوصا للمبتدئات الطريقه باش كنركبوا هاد الستراس، يعني طريقه جد سهله. كنركبوها حنا بالابره والخيط، ولكن كيعذبنا وكياخذ منا شويه د الوقت. الوغ الطريقه اللي عندي هي كتاخذوا كتشريو هاد اللصقه الكولا اللي كتباع في المحلات اللي كيبيعوا العقيق. غنطبقوا الطريقه. نشد مثلا، نديرو مثلا شي رشمه. اوبس هذا معرفتش واش غتبان لكم حيت البابي كاربون بالبيض. كنشد الكولا ديالي وكنحاول نطبقها، ولكن بطريقه بلمسه بسيطه جدا، يعني ما نوركش على التيوب، غنورك عليه غير بشويه وغنحط وغنطبقو فوق الثوب فوق من الرشمه بحال كندير شي نقيطات. نشد الستراس ديالنا كنحاول نحطو فوق الرشمه فوق الكولا بهذه الطريقه. حتى كنوصلوا للنهايه ديال الرشمه. هي نقطعها بطبيعه الحال ما غاديش نعولوا على الكولا بوحدها، غتلصق لينا فوق باش يلصق لينا الستراس. غادي نحاولوا نديروا الطريقه التقليديه ديالنا اللي هي الابره والخيط، ولكن دابا غيجينا ساهل. هانتوما شوفوا معايا اللور ديال الثوب، يعني ما كاينش الطراس ديال الكولا. هذاك الشيء قلت لكم غطبقوها بواحد الطريقه اللي باش ماشي غنشدو ونورك على اليوتيوب، حيت الا شدينا وركنا بجد غادي تبان ديك الستراس، ديك الطراس ديال الكولا من تحت الثوب. نشدو دابا الابره والخيط. الطريقه دابا كلشي كيعرفها. كنمرر الخيط بين هذاك ليسباس اللي كاين بين ستراس و ستراس كومسا. شفتوا دابا كتحكموا في الستراس ديالكم، يعني هو على الرشمه ما كيعذبني، ما كيجيني لا هاك لا هاك. كنخيط باريحيه اكثر. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم.